مع الأجواء اللندنية اللي في الرياض ما شاء الله، الواحد ينبسط ويقعد في الحديقة الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير حبايبي. وصلت فندق ريتز كارلتون اللي إن شاء الله حيكون بيتي الثاني في الرياض. طبعا حترافقنا في الزيارة والجولة أختنا ميرهان مديرة الحلقات العامة. شرفتينا ونورتينا. اهلا بيك، نورت الرياض. الله يخليك. طبعا هذه جلسات الداخلية، ممكن برضو الواحد ياخذ فيها الكوفي ولا القهوة. وشايفين هذه شجرة الزيتون جات إهداء من لبنان وعمرها أكثر من 600 سنة. وهذا مطعم الأرجوان اللي فيه الفطور والغداء والعشاء بالإضافة إلى غداء يوم الجمعة. وهنا منطقة الشوبينج، شايفين هذه ساعات الرولكس ما شاء الله، وحل باسل كاسر. المفاجأة اللي حبيت أقدم لكم إياها إنه ريتز كارلتون حيعمل هنا سويت شوب بعد شهر تقريبا. هذا خبر حصري لكم أنتم متابعين. وهنا هذا رجال أعمال، مسك بالخير. حياك الله، نورتنا. ما شاء الله. طبعا النادي مطل على المسبح الرئيسي، شايفين كيف ما شاء الله. عشاق الأكل الصيني، هذا مطعم هون. هلو. وحيكون فيه سبيشل منيو بمناسبة ليلة أسس الصينية يوم 27 يناير. سنة الديك. يلا خليكم وحصريا متابعيني خبر تدشين السجار الكوبي في هذا السجار اللاونج نهاية الشهر هذا. ما شاء الله تبارك الله. شايفين المسبح الداخلي هذا اليوم واحد، اليوم حاجز أنا في الليل الساعة 1 كنت نزلت الفندق وخدنا لنا قصة سريعة. وهذا مطعم أزورو الإيطالي، سبحان الله برضو أزورو بالأزرق عندنا زيهم. وهنا المطعم. وجينا لأهم قسم السبا حق الرجال، شايفين كيف ما شاء الله. هلو. وهذا سبا من الداخل صراحة جدا فخم. وهذا مدخل قاعة الأفراح، عقبالكم إن شاء الله كلكم. أتذكرنا زواج أخونا وحبيبنا الدكتور صالح هناك. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. تتسع تقريبا إلى 1000 مدعو. من الأشياء الجميلة اللي يقدمها فندق ريتز كارلتون لعملائه إنه يكتب لهم أسمائهم كإهداء بخط عربي رائع وجميل.
يلا بسرعة بلا غش، ايش راح يكون الشكل النهائي للوحة؟ والله انك فنان، يعطيك العافية يا فخم. والله انت الفخم. حبيبي حبيبي، اهلا وسهلا. شكرا لك، الله يعطيك العافية. وكده انتهت تغطيتي عن فندق ريتز كارلتون الرياض. اللي عجبته التغطية يصور السنابة الجاية.